السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير. إيه يا رب دايما تكونوا مبسوطين وبصحة بسعادة وتكونوا في احسن حال يا رب دايما، ويا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. النهارده كده زي ما انتم شايفين احنا يعني تقريبا حوالي الساعة 10 كده. إيه وطبعا جوع اخر الليل زي ما اغلبنا بقى، ده جو شتا وكده، فطلعت صدر الفرخة ده من الفريزر وقطعته شرايح طويلة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليه بهارات الشاورما فراخ او توابل الشاورما الفراخ، معلقة من الصويا صوص ومعلقة من دبس الرمان وايه وحبة من البابريكا، يعني تقريبا معلقة كده صغيرة. طبعا بنسيبهم مع بعض حوالي تقريبا ساعة أو ساعتين في التلاجة على حسب الوقت المتاح ليك. في طاسة هنا على النار بعد ما عدى عليهم الوقت المناسب، بحطها وبعلي عليها النار لحد ما تسخن كويس جدا. تحط زيت، تحط سمنة، تحط زبدة، طبعا اللي متاح معاكي او اللي انت بترتاحي فيه او الاقتصادي في البيت اكتر حطيه. بنستنى لما الزيت يسخن كويس جدا وبعدين بننزل بكمية الفراخ اللي معانا. طبعا لو منتش عارفة ممكن تحطي واحدة كده تختبري بيها الزيت دلوقتي قدامك زي ما عامل قدامك كده. يا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اشتراك ولايك وكومنت جميل زيكم، عشان ان شاء الله بدعمكم ليا، وطبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى هنكون اكبر عيلة على اليوتيوب ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا هنا نزلت بكمية الفراخ اللي معايا. هخلي النار عالية مثلا 5 دقايق او حاجة لحد لما ايه تمتص السوائل اللي فيها، لان لو هدينا النار الفراخ هتنزل سوائلها وكمان طعم التوابل اللي احنا حاطينها. معذرة طبعا دي بنتي عادي جدا، يعني لازم تيجي في كل حاجة كده. وزي ما قلتلكوا كده يعني ايه بنخلي النار عالية لحد لما خلاص نتأكد ان هي كمية السوائل خلصت. بنحس ان مفيش الا الزيت او الدهون اللي احنا حاطينها زي ما هتبتدوا تشوفوا دلوقتي بقى. في الوقت ده هنغطي عليها وكل 5 دقايق هنقلبها تقليبة كده. في الاخر بتحس ان هي واخدة طبقة مقرمشة من بره وكمان طرية جدا من جوه، والسوا بتاعها كويس جدا حاجة كده، وفي البيت مضمونة عارفة انت عاملة ايه. في الوقت اللي انتوا شايفينه ده انا هبتدي اهدي النار واسيبها بقى مع التقليب المستمر كل 5 دقايق تقريبا، ما بتغيبش لان ده يعني فرخة حجمها صغير مش كبير، يعني على الاغلب تلت ساعة بالكتير قوي نص ساعة وبتكون مشالة من على النار. يعني ما بتاخدش وقت لا في تجهيزها ولا في تحضيرها ولا في اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هنا بالظبط حوالي تقريبا هقول لكم 10 دقايق وهنحوشها من على النار هنشيلها خلاص. طبعا جميلة جدا، مضمونة اكتر. انت اللي عاملاها في البيت عارفة انت عاملة ايه. هي هنا استوت، انا بعرفكم ان هي مستوية جدا. وبس كده يا حبايب قلبي، ده فيديو النهاردة حبيت بس ابسط لكم يعني حاجة بسيطة ايا، والحمد لله يعني عملت سندوتشات كتير حابة يعني لو حابين تاكلوها بالعيش عادي، لو بالسندوتشات او الفينو برضو عادي، حبة كاتشب حبة مايونيز. لو عندك جبنة وعاوزة تحطي برضو براحتك عادي. حاجة جميلة جدا، وبصراحة يعني عشا جميل واحب اعمله كتير. لو جربتوه هتعتمدوه في اغلب الاوقات. وانا كده وصلت لنهاية فيديو النهاردة، بتمنى الفيديو يكون عجبكم. انتظروني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.